صباح الخير. جايبه لكم النهارده الفته بتاعت امهاتنا واجدادنا اللي ريحتها كانت بتجيب اخر الشارع. الفته المصري بطعم وريحه زمان بجد رهيبه، واكله اقتصاديه مش مكلفه لان ممكن نعملها من غير اي لحوم. يعني مش محتاجين غير عيش ناشف وشويه شوربه، وهنعمل فته لذيذه ومظبوطه قوي. يلا نبدا، بس ما تنسوش اللايك والشير، ولو اول مره تشوفوني اعملوا اشتراك في القناه عشان ما يفوتكوش اي حاجه بنزلها. اول حاجه العيش، اقطعه قطع كبيره كده واحطه في الفرن شويه لحد ما ياخد اللون الاحمر ده. انا كنت محمصه شويه وهكمل تحميص الباقي. نسيبه في الفرن ونروح نجهز الرز. حطيت معلقه سمنه وحبه زيت ونزلت بكوب ونص من الرز المغسول ومتصفي كويس. اشوحه كويس واتاكد انه اتغلف بالسمن والزيت عشان ما يعجنش. هنزل بقى عليه بالشوربه لحد ما تكون فوق الرز بشويه صغيرين. طبعا الشوربه هنا لازم تكون سخنه مولعه، يعني اخدها كده وهي بتغلي عشان الرز ما يعجنش مننا. هظبط بقى الملح واغطيه واسيبه لما يتشرب خالص. وعلى ما يتشرب بقى هروح احضر صلصة الفتة الرهيبة بتاعتنا، واللي هي الاساس في الطبق ده. معلقة كبيرة سمن ومعلقة زيت، وننزل بمعلقتين كبار من الثوم المفروم. هحمره لحد ما ياخد اللون الذهبي ده، وبلاش تغمقوه عشان ما يمررش. اطفيه بربع كوبايه من الخل ونقلبه فيه، وبعدين هاخد حبه كده من الخلطه دي واروح احطها على باقي الشوربه اللي عندي. وعلى باقي الكميه نزلت بالصلصه المركزه اللي حضرناها قبل كده. ظهر لكم الفيديو بتاعها لو حابين تشوفوها. لو مش متوفره ممكن تسلقوا الطماطم في حبه ميه صغيرين ونضربها في الخلاط او بالهاند بلندر، هتطلع معاكم مظبوطه قوي. ازود بقى البهارات بتاعتنا، معلقه صغيره من ملح، فلفل اسود، كمون، واقلبهم كويس ويدوب كده تاخد غلوة، وانزل عليها بكبشتين من الشوربة. وما تحاولوش تخففوها قوي، كبشتين كفاية قوي عشان الفتة لازم تكون صلصتها تقيلة ومركزة. هزود بس رشة سكر تعادل حموضة الصلصة، واظبط ملحها. وكده خلاص الصلصة جهزت معايا، وده قوامها المظبوط. نرجع للرز بقى، لقيته اتشرب وبدأ يعمل بابلز كده. هوطي عليه واحط الشياطة واسيبه حوالي 20 دقيقة. هروح احضر بقى العيش بتاعنا وكده نبقى خلصنا. اظن مفيش اسهل من كده. احمر العيش اللي حمصناه في شوية سمنة مش كتير، وفي النص كده هحط معلقة صغيرة من الثوم المفروم. ما تحطهاش في الاول عشان ما يتحرقش. بعدين هنزل عليه بمعلقتين 3 صلصة من اللي عملناها بالطعام وتدي لون احمر حلو قوي. ونزل بقى بالشوربة 3 كبشات يدوب كده يغطوا العيش. وبرضو الشوربة لازم تكون سخنة كفاية. بدوس عليه بالراحة كده عشان يشرب من الشوربة، وما تقلبوش كتير عشان ما يتهريش. عايزينه يفضل كده محافظ على شكله وفي نفس الوقت طري وطعمه حلو مش معجن. ولو حابينه مقرمش قللوا بس الشوربة شوية. اغطيه واروح اطفي على الرز. كده خلاص استوى، طالع مفلفل وحلو جدا. بصوا بجد شكله جميل جدا. لو متوفر بقى عندنا قطع لحم هنحمرها في سمنة وشوية زيت لحد ما تاخد لون حلو. خلوا بس النار مش عالية قوي، وبتحتاج نتابعها ونقلبها من حين لآخر لحد ما تاخد لون حلو من كل الجوانب. وبس كده حضرنا كل حاجة في وقت قليل جدا. يعني تقريبا مكونات الطبق خدت ساعة بالظبط في نفس الوقت اللي سويت فيه الرز. بصوا بقى العيش بتاعنا لونه ذهبي جميل قوي ومحافظ على شكله، متبهدلش ولا عجن، بالعكس شكله بجد خطير. وكمان طعمه حلو جدا. اللحمة كمان خدت تشويحة كده بلون حلو من كل الجوانب، مخليها تفتح النفس على الاكل. ودي الصلصة اللي عملناها، بصوا قوامها تقيل ازاي، بجد حلوة قوي. واخيرا بقى الرز الابيض المفلفل بتاعنا. تعالوا بقى نحضر صينية الفتة الخطيرة بتاعتنا. اول حاجة بفرش العيش من تحت كده واسويه بالمعلقة بخفة. بلاش تضغطوا عليه قوي عشان ما يتهريش. وانزل بقى بطبقة من الرز برضو اسويه حلو كده. بحاول افرشه كده من كل الجوانب لحد ما يغطي الطبقة كلها. نحط بقى الصلصة على الوش بأي شكل تحبوه، داير داير أو أنا حطيتها هنا بشكل عشوائي يعني كتغيير. وهبدأ أرص اللحمة كده في أماكن مختلفة. ولو مفيش لحمة مفيش مشكلة، هكتفي بس بالصلصة واحطها بشكل لذيذ كده يخلي شكل الطبق حلو. لقيت في أماكن بيضة بحط فيها شوية صلصة، يعني أحاول أظبط الشكل النهائي. ودي طريقة التقديم التقليدية بجد روعة، وشكلها كده يفتح النفس على الأكل.
وتعالوا نعمل طريقة تانية للتقديم بتكون شيك قوي خصوصا في العزومات. هاتوا اي قالب عندكم او حتى سلطانية صغيرة، هنملاها رز الاول بالشكل ده كده، ولازم اضغط عليه قوي عشان يمسك في القالب وياخد شكله. بعدين على الوش هحط طبقة من العيش، وبحاول ان انا ازودها شوية، يعني على قد ما بقدر بتكون كمية كويسة. اجيب بقى الطبق اللي هقدم فيه واقلب عليه كده بالشكل ده، وبعدين اشيله بالراحة خالص عشان الشكل اللي خده ما يبصش بالشكل ده كده. وهنزينه بالصلصة من الجوانب، وعلى الوش قطعة لحمة. عايزين تزودوا ممكن جنب الرز تحطوا الكمية اللي عايزينها. طبق شكله يجنن بجد، وطعمه كمان مش قادرة اقول لكم لذيذ ازاي، ومشبع جدا على فكرة. يعني الكمية دي مناسبة قوي للفرد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير مع حبايبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، وسلام عليكم.